إن المسؤول الأول عن عدم نجاح الانتفاضة السورية حتى الآن، والتي بدأت بشعارات سلمية من درعا، هو من أراد استنساخ الحالة الليبية على الوضع السوري، وقام بعسكرة الثورة وتشجيع الانشقاقات في صفوف الجيش، ومن ثم استخدام السلاح. فمن هو المحرض على تغيير مسار الثورة ونهج المعارضة؟ شخصيا لا أثق بمعارضي فنادق الخمس نجوم، ولا بأشكال المجالس الوطنية المختلفة، فكلها استغلت انتفاضة الشعب. وعليه أن اللجوء للقوة واستخدام السلاح وحتى التفكير بالقيام بانقلاب عسكري هو أمر خطير جدا. ربما يتمنى النظام أن تتم مثل هذه المحاولة حتى يجد لنفسه المبرر لاستخدام القوة، وستكون هي الفرصة السانحة للنظام للقضاء على الثورة من جذورها، بحجة أنه لا يدافع عن بقائه في الحكم، بل عن سوريا الأرض والإنسان والتاريخ والصمود والتصدي والممانعة. وللأسف إن الذي دفع الثمن حتى الآن والذين سيدفعون الثمن الأغلى هم الشعب السوري. وعليه فلست من أنصار عسكرة الثورة. يوسف بلقر، الأردن.